أما الذي حول الحديث اليوم من أن يكون عن شيء آخر إلى أن يكون عن الفتن خروج الكثيرين الذين ينادون بماذا؟ ملناش دعوة بفلسطين، احنا في مصر ملناش دعوة بيهم، احنا مالنا بالقدس، احنا مالنا بالأقصى، احنا لا مالنا. هذا الأمر انتشر، خاف على ابنك إنه يطلع في هذا الأمر، خاف على ابنك إنه يخرج يقول هذا الكلام، وسمعوا وعرفوا أن هذا جزء من أمة الإسلام. عرفوا أنه فيما مضى كنت ممكن تركب عربيتك ولا الدبة بتاعتك ولا أيا كان ما تسير عليه وتمشي من هنا تروح القدس تصلي وتخلص تروح دمشق تقضي مصلحة وتيجي أو تنام هناك شهر أو 2. ما كانتش مصر وسوريا وفلسطين هم من فعلوا ذلك لكي يقسموك. فرق تسد، خلي ده يقول مصر وده يقول فلسطين وده يقول لا، هذا جزء من أمة الإسلام. لا يجوز لنا، لا يجوز لنا، لا يجوز لنا أن نسكت عن رجل يقول أنا مصري ماليش دعوة بيهم. أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، أخوك في الإسلام أقوى من أخوك من الأب والأم. فلا يصح أن نسكت ونحن نرى من يقول إحنا مالناش دعوة بالقدس، إحنا مصريين صح؟ مالناش دعوة بالقدس، ما تخصناش. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إحنا كده بقى نقول إحنا مالناش دعوة بالمسجد الحرام، لو حصل له احتلال بكرة إحنا مالنا؟ ما هو في السعودية وإحنا إيه؟ وإحنا في مصر. والله ظهر من كام سنة واحد طلع يقول لك إحنا مالنا ومال النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم شتم صلى الله عليه وسلم طلع قال لك إحنا مالنا، النبي من السعودية. عرفت الموضوع هيوصل لفين؟ هيوصل ان المصاحف دي احنا مالنا ومالها، دي نزلت في مكة وفي المدينة، ابعتوها هناك مالناش دعوة بيها، هذا دينهم. امال احنا نعبد ايه؟ لا احنا نرجع تاني نعبد امون بقى واتون والناس الاخيرة دي بتاع القدماء المصريين صح؟ ما هو ده اللي هيحصل. كما يحدث الان يخرج رجل يقول لك مالناش دعوة بالسنة. هو الموضوع كبير، ده واحد قال عن القدس ايه اللي جابنا للسنة؟ ما هو تضرب. ورأينا كل من تكلم عن شيء في الإسلام والناس سكتت عنه شوية والموضوع زاد وزاد وزاد وزاد. وأمثلة الناس اللي اتكلموا في حديث بعدين في صحابي بعدين في مش عارف ايه والناس سكتت لحد ما وصلوا أن تكلموا في القرآن ثم تكلموا في الله سبحانه وتعالى كتيرة جدا. فما ينفعش تسكت، ما ينفعش الموضوع يعدي، ما ينفعش ذكر جزء من أمة الإسلام يبقى هين عندك. لا، القدس لنا جزء من أمتنا، هذه كانت قبلتنا الأولى نحن المسلمين. ما ينفعش واحد يطلع يقول لك أنت مصري مالكش دعوة بيهم. انصرهم ولو بالدعاء، انصرهم ولو بالذكر، انصرهم بأنك تقف في وش واحد بيقول لك إن هم بعيد عنك. كما قلناها أكثر من مرة ونكررها اليوم، صلاح الدين ما كانش من فلسطين، وصلاح الدين راح فتح فلسطين، خرج من مصر لفلسطين ما كانش مصري، وقال مصر من دمشق ما كانش دمشقي. انت متخيل اللفة؟ يعني هو فتح فلسطين، كان رايح فلسطين منين؟ كان طالع هو بيحكم مصر. طب هو حكم مصر ليه اصلا؟ هو مصري؟ لا، ده جاي من عند نور الدين زنكي في دمشق. ايه اللي جابه مصر؟ اصل هنا كان الشيعة ماسكيننا. تخيل لو صلاح الدين قال لك انا مالي ومال مصر، ربما كنا الان نلطم لطمة الشيعة. هو قال لك لا، هذا جزء من أمة الإسلام، فجاء يدافع عنه. وبعدما دافع عنه راح هناك قال لك في جزء تاني من أمة الإسلام محتل ودافع عنه. دافع عنه بماذا؟ بأنهم كانوا يقفون دائما على منابرهم ويقولون أن هذا الجمع كله، هذه المنطقة، هذا العالم عالم إسلامي، مش دي دمشق ودي بغداد ودي سوريا ودي ودي ودي. لا، كانوا يقفون، كانوا يغارون على الإسلام، كانوا يعلمون أن أخوة الدين وأن تماسكنا في الدين أقوى من تماسكنا في النسب. فهذا الأمر لا يمر مرور الكرام. هذا الذي يخرج ويقول لك مالناش دعوة بهم، هذه أيضا فتنة من أشد الفتن. هذه من أشد الفتن، هذه من أشد الفتن في هذا الزمان. ليه؟ أبعدك عنه، أبعدك دلوقتي عن الأقصى، وشوية وشوية هبعدك عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وشوية هبعدك عن البيت الحرام، وشوية عن السنة، وشوية عن القرآن، وشوية هو في إله أصلا؟ ده الكون جه كده، ده الطبيعة هي اللي خلقت كل شيء، وهذا موجود على أمام أعيننا ليل نهار.
فالأمر ليس هين، الأمر ليس بسيط. هذه الأشياء لو كل واحد فينا سابها كده كان زماننا الآن لسنا على دين الله. ولكن الذي جعل صلاح الدين يقف أنه مسلم، والذي جعل قطز يقف هو أنه مسلم، والذي جعل نور الدين زنك يقف هو أنه مسلم، والذي جعل كل من وقف للإسلام وقفة هو أنه مسلم. يعلم أن كل مسلم على وجه هذه الأرض يخصه، يعلم أن كل مسلم على وجه هذه الأرض له به صلة مهما كان جنسه ومهما كانت لغته ومهما كان لونه. فالأسود طالما أخوك فهو أخوك في الإسلام، والأبيض وذو البشرة الفلانية والعلانية كلنا إخوة، حتى أنه ربما يكون أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك حذرنا النبي فقال لنا: لا فضل لعربي على عجمي، ولا أبيض على أحمر، وفي رواية: ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. فواجبنا تجاه إخواننا في فلسطين أن ننصرهم قدرما نستطيع، أن نتكلم عنهم قدرما نستطيع، أن نذكرهم دائما، ألا ننساهم، ألا نمل من الأمر، ألا يصبح الأمر بالنسبة لنا ملل، لا، نتكلم عنهم ليل نهار، ونتكلم عنهم كل جمعة، ونتكلم عنهم كل يوم إن استطعنا إلى هذا سبيلا، وندعو لهم كثيرا، نجعل لهم من دعائنا جزء، فهم في أحوج هذا الدعاء إلينا، ونتبرع لهم إن استطعنا إلى هذا سبيلا، ونقاطع قدر الإمكان نصرة لهم، شيئا نقف به أمام الله تعالى، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا